عمرك حسيت انك بتنفجر على حاجات تافهة؟ كلمة بسيطة تخليك تتعصب وتزعق. طب تحب اقولك ان العصبية مش طبع، العصبية سلوك وتقدر تغيره. ولو عايز تتخلص من عصبيتك وتعيش اهدى، اعمل لايك واشترك في قناة كملها دلوقتي علشان توصلك كل النصايح اللي هتغير حياتك. اول سبب للعصبية هو انك بتركز دايما على اللي مضايقك. مشكلة في الشغل، خلاف بسيط، تأخير، عقلك بيمسك في الغلط وينسى اي حاجة حلوة في يومك. جرب كل يوم تفتكر 3 حاجات كويسة حصلت لك. مع الوقت عقلك هيهدى لوحده. لما تحس انك على وشك تتعصب، اقف مكانك وخد نفس عميق من مناخيرك، عد ل5، احبس النفس 2 ثواني وبعدين طلعه من بقك ببطء. كرر الحركة دي 3 مرات وهتحس ان نار العصبية بدأت تطفي. وانت متعصب جسمك بيبقى مشدود، ايدك مقبوضة، صدرك مقفول. جرب تفرد كتافك وتقف مستقيم وتفك عضلاتك. هتتفاجئ ان مزاجك بدأ يهدى من غير ما تتكلم. انت متعصب ليه؟ علشان متوقع كل حاجة تمشي زي ما انت عايز. بس الحقيقة ان الدنيا عمرها ما بتمشي على مزاج حد. لما تقلل توقعاتك هتقل عصبيتك تلقائي. كل ما تحس انك اتزنقت في موقف صعب، قول لنفسك انا عديت بأسوأ من كده قبل كده وهعدي الموقف ده كمان. الكلمة دي لوحدها بتهدي أعصابك. مش مطلوب منك تكتم غضبك، بس عبر عنه بهدوء من غير زعيق ولا إهانة. قول اللي مضايقك بصوت ثابت بدل ما تخسر ناس غالية عليك. اللي بيكتم الضغط جواه طول اليوم طبيعي ينفجر في آخر اليوم. خد استراحة، امشي شوية، اسمع موسيقى. راحة صغيرة ممكن تنقذك من عصبية كبيرة. العصبية مش قوة، العصبية ضعف تحكمه في إيدك. وكل مرة تختار تهدى بدل ما تتعصب، انت كده بتكسب نفسك. لو الكلام ده فادك، اعمل لايك وشارك الفيديو مع اللي بتحبهم، واشترك في قناة كملها علشان تفضل دايما النسخة الأقوى من نفسك.